يعني أول ما تحررت دير الزور، يعني صارت قوات اليبكة بالمنطقة عندنا بالدير. وشفت من أهل الدير يعني قاموا ينضمون يعني بحيل. وأنا كمان يعني حبيت أنضم. رفيقات اليبجي يعني حكولي عنهم كتير، أنا ما صدقت يعني أول شيء. يعني قلت عندنا بالدير يعني ممنوع البنت تطلع شعرها، تحمل سلاح، يعني يقولون ما تقدر وما أعرف إيش. فأنا يعني انضميت. وين ما أروح شفت يعني بحرب يعني موجودة، خاصة على الكراد أكثر شيء، يعني على الشعب الكردي أكثر شيء يعني شاف ظلم من كل نواحي، أكثر شيء من الدولة التركية يعني. وكمان من العراق شاف، وشي كمان من سوريا كمان شاف ظلم. فأنا يعني اجيت مشان العدل، مشان المساواة، يعني مشان الحقوق، انه يعني هالشعب هذا يكون كله أمة واحدة ديمقراطية، يعني شعب يعني ندي حر، مو انه كل حدا فردي وما اعرف. يعني جيت مشان كل العالم يصيرون مع بعضهم، يصيرون أخوة كلها يعني مع بعض، كلها مع بعض يعني. وهذا يعني الوطن وطننا، يعني ليش نخلي العدو يعني يفوت بيه؟ احنا يعني الأمة الديمقراطية يعني تشمل كل الشعوب، تشمل كل الأمم، ما بفرق بين لا عربي ولا كردي ولا أمريكي ولا شيء. يعني الحزب يعني هنا يعني جمع كل الأطياف. يعني لما انضميت يعني خصة أكثر شيء مشان المرأة، يعني لسه هم تحت عبودية المجتمع والرجل أهم شيء يعني أريد يعني كل النساء يعني والمرأة يعني يتحررون. ليش يعني يظلون تحت هاي العبودية؟ يعني أنا أريد يعني أخلصهم كلهم من هذا الشيء. أريدهم يعني يطلعون أنفاسهم الحابسينها الكاتمينها يعني جواهم. أريدهم يعني يطلعون كل قوتهم لبرا، يعني لا يشوفون يعني مثلا حدا اجى قال لهم انتم ضعاف خلاص يعني هم ضعاف. لا، المرأة لها قوتها، اما هي يعني ما تطلعها. يعني اريد يعني كل المرأة بالعالم يعني تتحرر من كل شيء، خصوصا المرأة الديرية. يعني بما اني انا من الدير يعني اريد كل يعني الرفيقات يعني من الدير اريد ينضمون. اذا صار حرب انا يعني جاهزة، معنوياتي عالية يعني. وحتى هنا يعني تل أبيض يعني الناس هنا مع بعضها، يعني عم نشوف يعني عم نراقب الوضع وعم نحرس يعني هنا. يعني نحن هنا جاهزين لأي هجمة لأي شيء، نحن